عمرك حسيت انك مش بتعيش الحياة اللي تستحقها؟ كأن في حاجة جواك لكن مش حاسس بيها. اللي انت شايفه في المراية مش هو كل الحقيقة. جواك امكانيات لسه ما طلعتش للنور. انت اكتر بكتير من اللي فاكر نفسك عليه، لكن الافكار اللي بتقنعك انك ضعيف هي اللي حبساك، مش الظروف ولا الناس اللي حواليك. اللي منعك انك تتغير موجود بس جوه دماغك. جواك طاقة ممكن تغير حياتك كلها، بس لحد دلوقتي معرفتش توصل ليها. طول ما انت مش مصدق عمرك ما هتفوق. الايمان بنفسك هو المفتاح الاول. الخطوة الاولى بدأت دلوقتي، وتأكد تماما ان انت مش مجرد راكب، انت اللي سايق. تأكد تماما ان الرحلة بدأت وانت البطل فيها. ولو فعلا صدقت ان فيك قوة، يبقى لازم تعرف ان كل اللي فاضل دلوقتي هو قرار واحد يشغل القوة دي. اوقات في لحظات بتعدي قدامك كأنها عادية، بس لو خدت فيها قرار ممكن تغير كل حاجة في حياتك. في ايام بتعدي وفي يوم بيغير الاتجاه كله، يوم بتقول فيه كفاية انا هبدأ من جديد. الناس ممكن تاخد منك كل حاجة، بس قرارك ملكك. قرارك هو اول حاجة بتملكها، وسلاحك الحقيقي هو اللي بيحدد انت رايح فين. لازم تعرف ان الناس اللي بتنجح مش احسن منك، هم بس قرروا يبتدوا. الفرق هنا مش في الذكاء ولا في الفلوس، الفرق في انهم خدوا خطوة وانت لسه بتفكر. محدش هيغير حياتك غيرك، انت اللي معاك المفتاح مش حد تاني. لازم تفتح الباب بنفسك. اصدقائي، من خلال كلامنا اللي فات اكتشفنا العلاقة بين القوة اللي جواك والقرارات اللي بتبني حياتك. ودلوقتي هنتابع مع بعض افكار اكتر من كتاب ايقظ العملاق بداخلك لأنتوني روبنز، اللي هيكون دليلنا علشان نصح القوة دي ونغير حياتنا للأفضل. لكن التغيير مش هيكون بس في الظروف. اللي بيغير حياتك مش اللي حصل لك، مش التجارب اللي بتحدد مصيرك، لكن رد فعلك ليها. اللي بيغير حياتك هو القرار اللي بتاخده علشان تعيش بشكل مختلف. كل يوم فرصة جديدة بتبني بيها نفسك وتحقق أحلامك. القرار ده هو البداية الحقيقية لأي تغيير ناجح في حياتك. لازم تتأكد انك اول ما بتاخد قرار حقيقي بتفتح لنفسك ابواب عمرك ما كنت تتخيلها. هتلاقي كل حاجة بتبدأ تتحرك معاك، وكل حاجة حواليك بتساعدك تحقق اللي نفسك فيه. القرار الصادق هو بداية رحلة النجاح والتغيير الحقيقي في حياتك. لازم تعرف ان قرارك هو اللي بيحدد مصيرك وبيصنع الفرق الحقيقي في حياتك. قرارك انك تغير حياتك وتبدأ من جديد، علشان كده القوة في القرار. لازم كمان ننتبه لأفكارنا ومعتقداتنا اللي ممكن تكون عائق كبير في طريق النجاح. أوقات أفكارك اللي مصدقها في نفسك هي اللي حبساك جوه سجن وهمي محدش شايفه غيرك. اللي بنصدقه عن نفسنا وعن حياتنا بيحدد حدودنا أكتر من أي حاجة تانية. أفكارنا أوقات بتكون زي السلاسل اللي بتأيد حريتنا بدون ما نحس. القيود دي مش حقيقية، لكن في دماغنا بتتحول لجدران حقيقية. لما تقدر تحرر نفسك من القيود اللي فرضتها على نفسك هتحس بحرية أكبر. أول ما بتكسر القيد هتشوف إن العالم أوسع من خوفك. العالم بره مخاوفك أكبر وأجمل من اللي كنت بتتخيله. تغيير بسيط في تفكيرك بيخليك تبص للحياة بعين مختلفة تماما. هتكتشف فرص وحاجات جديدة ما كنتش شايفها قبل كده بسبب خوفك، بس لازم تاخد خطوة جريئة وتكسر الحاجز اللي قدامك. وعلشان كده هي معتقداتك هي الأساس اللي بتبني عليه حياتك. تغيير المعتقدات مش سهل، لكن ممكن ويبدأ بخطوات بسيطة. غير معتقداتك وخليك مستعد تستقبل النجاح والسعادة اللي تستحقها. الأسئلة اللي بتطرحها على نفسك هي اللي بتحدد مصيرك. ازاي نقدر نغير حياتنا لما نغير طريقة تفكيرنا؟ العقل بيشتغل زي الكمبيوتر، وكل سؤال بتسأله بيجيب لك إجابة. لو سألت نفسك أسئلة سلبية هتلاقي نفسك دايما بتدور على المشاكل، لكن لو بدأت تسأل أسئلة إيجابية هتلاقي فرص وحلول حواليك. الأسئلة هي المفتاح اللي بتفتح لك أبواب التفكير الجديدة. لو فضلت تسأل ليه أنا ضعيف هتفضل تحس بالضعف. التركيز على الضعف بيكبره وبيخلي إحساسك بالضعف أقوى. العقل بيفهم الكلام حرفيا، لكن لما تكرر فكرة الضعف بتقنع نفسك بيها. لكن لو غيرت السؤال وسألت إزاي أقدر أبقى أقوى هتبدأ تدور على حلول. التغيير في طريقة السؤال بتغير نظرتك لنفسك وللحياة. الأسئلة لازم تعرف إن مش بس أدوات للمعرفة، هي كمان أدوات لبناء حياتك. انت صاحب القوة لما تبدأ تطرح أسئلة بتخليك تتقدم لقدام. السؤال الصح اللي بيبدأ رحلة التغيير هو ان اقدر اعمل ايه دلوقتي. لما نسأل نفسنا ايه الخطوة اللي ممكن اخدها دلوقتي بنفتح باب جديد للفرص والامل. بتكون قوة الارادة جاهزة للتحرك، والتغيير الحقيقي بيبدأ من اللحظة دي.
كل تغيير كبير بيبدأ بفكرة صغيرة. السؤال الصح بيخلي دماغك تفتح أبواب جديدة. لما تسأل بشكل صحيح هتبدأ تشوف حلول ما كنتش شايفها. علشان كده اختيار السؤال الصح هو البداية الحقيقية لأي رحلة تطوير. لما تبدأ تسأل نفسك الأسئلة الصح هتلاقي إن القرارات الصح بتبدأ تظهر قدامك، ووقتها حتى القرار الصغير ممكن يفرق. ما تستهونش بأي قرار بتاخده النهاردة حتى لو كان بسيط، ممكن يكون بداية سلسلة تغيرات ما كنتش متخيلها. الكاتب بيأكد ان الفرق بين حياة الناجح والفاشل بيبدأ من لحظة قرار صغيرة، وكل عادة جديدة او فكرة بتلتزم بيها هي نقطة تحول جاية في الطريق. المهم مش حجم القرار، المهم انه يوصلك لهدفك. ساعات بنستنى القرار الكبير اللي هيقلب بحياتنا، بس ده وهم. اللي فعلا بيغير هو القرار البسيط اللي بناخده كل يوم. أنتوني روبنز بيقول ان القرارات الصغيرة اللي بنقررها هي اللي بتبني المصير. مش لازم يكون القرار ضخم، بس لازم يكون واضح ورايح في الاتجاه الصح. وزي ما قلنا ان القرارات الصغيرة اللي بتاخدها بتفرق مع الوقت. يعني القرار يوم ما يتاخد لازم يتبعه فعل مستمر. لازم تعرف ان التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة، والفعل المستمر مع الوقت بيتحول لعادة. لازم تعرف ان التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة. مش لازم تحاول تغير كل حاجة في مرة واحدة، ده ممكن يخليك تحس بالإحباط. بالعكس، لو ركزت على عادة واحدة بس حتى لو بسيطة وكررتها يوميا هتبدأ تشوف الفرق. العادة هنا بتتكون مع الوقت، مع كل مرة بتعملها بتقرب أكتر لهدفك. إن العادات مش بتغيرك في يوم، لكن بتغيرك مع الأيام. العادات محتاجة صبر واستمرارية، مفيش حد بيتغير بين يوم وليلة. لما تكرر حاجة كويسة كل يوم عقلك وجسمك بيعتادوا عليها، وبعد فترة الحاجة دي بتتحول لجزء من حياتك. حتى لو التغيير بسيط في البداية، مع الأيام بيكبر ويأثر في كل جوانب حياتك. علشان كده أهم حاجة لازم تلتزم وتستمر مهما كانت البداية بسيطة. وهو ده المعنى لقوة العادات اليومية. وزي ما العادات اليومية بتشكل حياتك بالتدريج، مشاعرك كمان بتديك إشارات مهمة لازم تسمعها. لما تراقب مشاعرك بدل ما تهرب منها هتقدر تفهم نفسك أكتر وتصحح اللي محتاج يتغير فعلا. لازم تعرف إن مشاعرك مش عدو ليك أبدا، بالعكس هي زي إشارة بتحذرك أو بتنبهك إن في حاجة في حياتك محتاجة انتباه أو تعديل. لما تحس بغضب أو حزن أو قلق، ده معناه إن في مشكلة لازم تواجهها. مشاعرنا بتخلينا نعرف إحنا فين ومستوى الراحة اللي إحنا عايشينه. لما تبدأ تفهم مشاعرك هتلاقي حلول وتعيش أفضل. لكن لما ترفض تواجه مشاعرك وتخاف منها هتبدأ تهرب من جزء مهم من شخصيتك وحياتك. الهروب ده بيخليك دايما في حالة توتر وخوف، وما تعرفش تحل مشاكلك الحقيقية. لما تتقبل مشاعرك وتتعامل معاها هتقدر تكون أقوى وتتحكم في حياتك أكتر. مواجهة المشاعر هي أول خطوة للسلام الداخلي. لما تفهم إن مشاعرك مش أعداء ليك هتقدر تتحكم في مزاجك بدل ما تسيب الظروف تتحكم فيك. وإزاي تتحكم في حالتك الداخلية؟ لازم تعرف إن مزاجك مش لعبة في إيد الظروف، ده قرارك أنت لوحدك. مزاجك مش حاجة بتحصل لك صدفة أو بتتأثر بس بالظروف اللي حواليك. ممكن تواجه مشاكل وصعوبات، لكن مزاجك يفضل في إيدك تتحكم فيه. مش لازم تسيب الظروف تتحكم في يومك وحالتك النفسية. القرار بإيدك انت ازاي تفكر وتحس وتعيش، وانت الوحيد اللي تقدر تغير ده. التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك. لما تغير طريقة تفكيرك ومشاعرك ونظرتك للحياة، مش هينفع تنتظر الظروف تتغير او الناس تتغير. لو عايز تغير حياتك وحالتك لازم تبدأ بالتغيير من جوا نفسك. التغيير الداخلي هو المفتاح لبداية حياة جديدة ومستقرة. لما تتحكم في حالتك الداخلية بتفتح الباب قدام العملاق اللي جواك يصحى ويغير حياتك. العملاق جواك مش كان نايم، هو بس كان مستني تصحى. الوقت جه انك تصحى وتديله فرصة يخرج للنور. كل مرة شكيت في نفسك كنت بتبعد خطوة عن العملاق اللي جواك. الثقة في النفس هو المفتاح اللي هيقربك منه اكتر. ما تستناش الفرصة تضيع وخليك جاهز تبدأ من دلوقتي. لازم تعرف ان النهاردة مش بكرة ومش بعدين، النهاردة هو بداية كل حاجة. كل خطوة بتاخدها بتقربك من الحياة اللي بتحلم بيها. العملاق جواك صحي، والسؤال دلوقتي هتسيبه يعيش ولا ترجع تنام تاني؟ اختار تعيش بقوة وتحقق كل اللي تستحقه. ووصلنا مع بعض هنا لنقط مهمة جدا، ان كل نهاية هي بداية، والفرق المرة دي ان احنا جاهزين نبدأ بقوة وثقة، وما بقاش عندنا خوف حتى من الخوف نفسه، لاننا فهمنا انه مجرد اشارة بتخلينا اقوى. احنا مش هنستنى اللحظة الصح، لان اللحظة دي هي دلوقتي، والفرصة قدامنا لازم نعيشها بكل قوة. اختيارنا واضح، لازم نكون احنا اللي بنصنع حياتنا، مش منتظرين حد يختار لنا الطريق. وانت هتفضل واقف تتفرج على حياتك بتتغير، ولا هتبدأ اليوم وتاخد الخطوة الاولى؟ القرار في ايدك، والتغيير ممكن يبدأ في لحظة زي دي.